ذات مرة غضب النبي صلى الله عليه وسلم من أزواجه، فنذر أو آل ألا يدخل على أزواجه شهرا، حلف ألا يدخل على أزواجه شهرا كاملا. فظن الناس أن النبي صلى الله عليه وسلم قد طلق أزواجه، وأمر بخيمة فبنيت له داخل المسجد، فكان يصلي الفجر ويعود إلى خيمته، ويصلي بالناس الظهر ثم يعود إلى خيمته، ولا يكلم الناس إلا إذا نزل وحي قرأه على الناس. فبينما هو في خيمته إذ جاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وكان عمر قد بدأ بحفصة فضربها، قال: أطلقك رسول الله؟ قالت: لا علم لي. فظن أنها تكتم عنه فهم بضربها، قالت: اذهب إلى رسول الله فاسأله، لأن النساء لا يعلمن أطلقهن رسول الله أم لا. ولم يكن عندها علم إلا عائشة، كانت تعلم أنه ما طلق، وكانت تعد له عدا، لأنه نذر أو حلف شهرا كاملا لا يدخل عليهن. فجاء عمر بن الخطاب فاستأذن، فأبى رسول الله صلى الله عليه وسلم، رفض. ثم عاد فاستأذن، فلم يأذن له النبي صلى الله عليه وسلم. فوقف عمر ورفع صوته وقال: ألا إن عمر بن الخطاب لا يريد أن يتكلم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في أزواجه، فهن أزواج رسول الله، إن شاء طلقهن وإن شاء أمسكهن. فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم قوله أذن له. فأدخل عمر على النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم قد جعلت له تلك الخيمة، وكانت تدخل من أعلى، إنما هو ستار ويدخل من أعلى. فنزل عمر من أعلى وتدلى على النبي صلى الله عليه وسلم، فوجده مضطجع مستلقي على حصير من أعواد، قد أثر الحصير على جنبه صلى الله عليه وسلم، وعند رأسه إناء به شيء من الشعير لم يقشر، عليه قشرته، شعير لم يقشر، طعام النبي صلى الله عليه وسلم، والحصير أثر في جنبه حتى إن التراب والحجارة لصقت بجسده، ومن شدة الحرارة لم يجعل بينه وبين الحصير أي رداء. فلما نظر عمر لهذا المشهد بكى واشتد بكاؤه، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يبكيك يا عمر؟ قال: يا رسول الله، تذكرت كسرى وقيصر والمقوقس في الياقوت والخز والديباج والحرير، وأنت رسول الله على مثل هذا الحال، على هذا الحصير الذي أثر في جنبك، وأنت رسول الله. كان النبي صلى الله عليه وسلم مضطجع فجلس وقال: ما هي ابن الخطاب، أما ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة؟ أما ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة؟ ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم دعا، قال: اللهم اجعل قوت آل محمد من الدنيا كفافا لا لهم ولا عليهم.